ليطالب المغرب باستعادة صحرائه الشرقية على الرغم من حرب الاستنزاف الذي يخوضها ضده النظام العسكري الجزائري الحاقد منذ أزيد من 5 عقود في محاولة يائسة منه لإضعافه وتعطيل مسيرته التنموية ومعاكسته في وحدته الترابية، والأهم من ذلك تحقيق رغبته في الحصول على منفذ بحري في المحيط الأطلسي عبر الاستمرار في دعم ميليشيات البوليزيرو الانفصالية الساعية إلى تأسيس جمهورية وهمية. فقد استطاع المغرب بفضل الإجماع الوطني والتلاحم بين العرش والشعب أن يظل صامدا والتصدي لكل المناورات الخبيثة والمؤامرات الدنية والمضي قدما نحو حصد المزيد من الانتصارات الدبلوماسية والدعم الدولي الكثيف لمقترح الحكم الذاتي في أقاليمه الجنوبي الذي تبناه منذ سنة 2007 بهدف إنهاء الصراع المفتعل حول الصحراء المغربية. ولأن حكام الجزائر في قصر المرادية الذين لا يتوانون عن دعم مرتزقة مخيمات تندوف من المال العام يفرضون على الدوام اليد الممدودة من قبل ملك المغرب محمد السادس الذي ما إن فك يدعوهم في الكثير من المناسبات إلى طي صفحة الخلافات والشروع في بناء المصير المشترك دون قيد أو شرط. يصرون على التمادي في غيهم إلى الحد الذي أدى بهم إلى الإعلان نهارا جهارا في 24 من غشت 2021 عن قطع العلاقات الدبلوماسية من جانب واحد تحت مبررات واهية واتهامات باطلة وبلا أدلة. فإن عددا كبيرا من المغاربة الأحرار أصبح يرى بأنه حان الوقت لإيقاف هؤلاء الطغاة المستبدين عند حدودهم من خلال المطالبة عاجلا وبعد أن حسم المغرب ملف الصحراء الغربية بنسبة عالية باسترجاع الصحراء الشرقية التي سلمتها فرنسا الاستعمارية للجزائر غصبا ودون موجب حق سنة 1962، ولا سيما أن مديرية الوثائق الملكية المغربية بهيج السيمو تؤكد على كون المغرب يمتلك وثائق رسمية تثبت ليس فقط سيادته على الأقاليم الجنوبية الصحراء الغربية بل أيضا حتى على مناطق بشار القنادسة وتندوف أو ما يعرف بالصحراء الشرقية التي تحتلها الجزائر. شاهد تعاليق مغاربة وجزائريين عن مطالبة المغرب باسترجاع الصحراء الشرقية. يقول حميد: أنا كمغربي لن أسمح في الصحراء الشرقية ولا نريد هذه أن تكون فقط وسيلة ضغط على الجزائر لعدم الاستغلال. سنطالب بصحرائنا الشرقية سواء استغلوا المنجم أو لا. يجب فتح الأرشيف الفرنسي. ويقول عبدو: أكبر غلط قام به المغرب هو ترسيم الحدود مع الجزائر كما ورثها الكابرانات من الاستعمار، فهذا الترسيم جعل حدود الجزائرية قريبة من المحيط الأطلسي ولا تفصلها عنه سوى الصحراء المغربية، وهذا غذى فيهم الأطماع وصولا إلى المحيط الأطلسي. لو تركت القط قريبا من اللحم فسيطمع في أكله. ويضيف ملاحظ بسيط: فرنسا خلقت المشكل والكابرانات ضحوا بالعروبة والإسلام وحسن الجوار واتبعوا طريق الشيطان للحفاظ عليه. المغرب استعمل الأسلوب السياسي المناسب لكل ظرفية، أما الآن فقد آن الأوان للمطالبة بالصحراء الشرقية كاملة مكتملة والعمل على استرجاعها بكل السبل المشروعة دوليا وقانونيا. الكابرانة مجرد عصابة من اللصوص ولا يهمهم لا الجزائر ولا المغرب بقدر ما يحرصون على تنفيذ أوامر أمهم فرنسا التي وضعته. أما ما نراه ونسمعه في الإعلام عن تخاصم وتسارع بين فرنسا والجزائر فما هو إلا مسرحية. معلق باسم جمهورية الخبز: الأمر معقد نوعا ما. إذا طالب المغرب بتطبيق اتفاقية الاستغلال المشترك فسيكون اعترف بالحدود المورثة عن فرنسا وبالتالي تنازل عن الصحراء الشرقية، وستكون عصابة بن كنعون ربحت الصحراء الشرقية، ومن المحتمل أن تسامها لعصابة البوليساريو لإنشاء كيانهم هناك وتبقى المنطقة قابلة للانفجار في أي لحظة. إذا طالب المغرب بالصحراء الشرقية سيمون عليه اللجوء للقضاء الدولي وستطول القضية رغم توفقه على ما يثبت أحقيته، وقد تشتعل المنطقة. في كلتا الحالتين ستفرك فرنسا يدها لأنها نجحت في خلق توتر دائم يعود عليها بالنفع ويضعف المنطقة. أسد الشرق في تعليق ساخر يقول: حسن جدا، نعم، من حق المغرب أن يطالب بالصحراء الشرقية ومن حق الجزائر أن تعلن بعد ذلك مباشرة الحرب على المغرب. جزائري من أرض الشهداء: معكم ألف حق. كان على المغرب في عام 1956 ألا يقبل بالحدود وأن يقوم بثورة على فرنسا لاسترجاع على أراضي مثل ما عملت الجزائر عندما أراد فرنسا اقتطاع الصحراء من الشمال. حسن يقول: وأنا كمغربي تم طرد عائلتي من بشار والاستيلاء على أراضيه، لن أسمح في الصحراء الشرقية أرض أجدادي. الصالحي يقول: كانت هناك أخطاء من صناع القرار المغاربة آنذاك ويجب أن نعترف بذلك أولا، وإذا كان المغرب له الحق في أن يتحرك السؤال هو ماذا ينتظر. عبد الكريم بوشيخ يقول: الاتفاقية التي تعطي الحق للبلدين في استغلال المشترك لمنجم غار جبيلات هي اعتراف
موقف قانوني موثق بمغربية الصحراء الشرقية، لكن بما أن المغرب اكتفى حاليا ومؤقتا باسترجاع الصحراء المغربية الغربية بثرواتها ومحيطها الأطلسي، فلا مانع عنده من تقديم اعتراض إلى الهيئات الأممية المختصة والاعتراض لدى الشركات الصينية المستغلة لآثار موضوع منجم غارج بيلات واقتسام عائداته. المسألة تتطلب العزم والفعل وفق القانون الدولي، وفي هذه الحالة المغرب لن يخسر شيئا.